السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جميلات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو جديد، وحشتوني جدا من اخر فيديو فات. صباحكم فل وهنا وسعادة ورضا من الرحمن، رزقكم الله هناء الدنيا والاخرة، اللهم امين. عارفة ان انا غبت عنكم كتير عارفة ان انتوا هتضربوني، بس عارفة ان انا هتكلم معاكم في الفيديو ده كتير جدا، واقول لكم انا غبت عنكم الفترة دي ليه و... وايه اللي حصل لي وايه اللي جرالي. الحمد لله رب العالمين. الفتره اللي انا غبتها دي، اولا بس انا اقول لكم انا عامله القشطوطه دي وكنت بفطر بيها اليوم ده، وعملت شاي بلبن وقلت ايه افطر معاكم كده. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده قديم، متصور من بعد اخر فيديو انا نزلته معاكم، متصور تاني يوم على طول. بس للاسف تالت يوم الفيديو ده انا تعبت جدا جدا جدا. عايزه اكلمكم بصراحه يا بنات، انا معرفش انا اليومين دول انا بيحصل لي ايه. كل يومين تعب بشكل، كل يومين حد من البنات يتعب تعب شكل. مش عارفه اقول لكم ايه، بس انا يعني كنت اسمع يقولوا فعلا اللي بيطلعوا على اليوتيوب وبيعرضوا حياتهم لليوتيوب ده بيخليهم دايما في تعب مستمر، وبيخلي البيت فيه حاجه كده مش مستقره. بس انا مش عارفه هو ده فعلا حقيقي ولا لا، لان انا دايما محصنه البيت بالقران، ودايما بقرا القران، ودايما بقول اذكار الصباح والمساء، دايما في تحصينات. مش بتكلم والله على متابعيني الغاليين، ولا بتكلم على انا بتكلم في العموم، يعني ان الفكرة دي هي فعلا مظبوطة ولا مش مظبوطة. وانا بتكلم معاكم بكل صراحة يعني يا بنات، والله يعني التعب اللي انا كنت فيه الفترة الاخيرة. عايزه اقول لكم بس انا بعمل ايه، انا بغسل الغسالة معاكم وبعمل لها دورة كده، لاني بقالي كتير جدا زي ما انتم شايفين المنظر كان صعب قوي، فاستخدمت لها لاستر وايه وبظبطها كده. الفترة اللي فاتت حرفيا انا قلت التعب اللي عندي ده انا مش يعني تعب على خنقة، على ان مش قادرة اقوم من على السرير اعمل اي حاجة اطلاقا. يعني مش عارفة اقول لكم الفترة اللي فاتت عدت عليا 10 ايام او 11 يوم بالكتير فعلا. انا كنت في عالم تاني والله يا بنات، كنت في عالم تاني فعلا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. هي كلها ابتلاءات بتيجي من عند ربنا، ده اولا واخيرا. اي حاجه بتجيلنا بيبقى لها سبب، ودايما ناخد السبب ده ان هو ابتلاء من عند ربنا، وان ربنا بيحبنا، يعني يعني ان احنا كل فتره كده ربنا يبتلينا بابتلاء صغير كده، الحمد لله ده رفع درجات. و... وان ربنا بيذكرنا ان احنا دايما نبقى فاكرينه، ودايما ما ننساش نفسنا وكده. بس عايزه اقول لكم ان حتى برضو البنات يعني في كل يومين تعب مستمر. كل يوم في حاجه مش مستقره كده، يعني حاسه ان في التعب ده مش عارفه يعني ايه سببه. الحمد لله ده ومرضاكم بالصدقه، الحمد لله مش شرط ان الواحد يطلع يقول هو بيعمل ايه وبيسوي ايه، الحمد لله رب العالمين. بس بحاول ان انا اعملها والله كتير جدا عشان ربنا يشفيني ويشفي البنات وكده. بس الفترة اللي فاتت فعلا انا من بعد الفيديو ده مش قادرة امسك التليفون حتى، ما بقعدش على فيس اصلا اطلاقا، مش عايزة حتى افتح الفيس، مش عايزة افتح اليوتيوب، مش عايزة اصور خالص خالص خالص. طبعا علقت محاليل، والموضوع دخل في تعب جسماني جامد جامد، لدرجة ان الضغط واطي جدا. انا اصلا مريض الضغط واطي، فالضغط كان واطي جدا 80-50. وعلقت بقى محاليل مثلا لمدة 5 ايام، وبعد كده بقى ما اعرفش بقى انا في حاله، يعني في حاله ايه، عماله بتحسن يعني بقاوم نفسي. فقلت لا، عشان حبايبي عمالين يبعتولي بقى وعايزين يطمنوا عليا وكده، فالفيديو كده كده متصور، ف انزله لكم. عارفه ان انتوا هتعذروني، بس على ما استرد صحتي، وعلى ما استرد ايه الطاقه اللي كانت عندي تاني. لان حرفيا ما فيش طاقه اليومين دول خالص، الحمد لله رب العالمين. بعمل اللي اقدر عليه في البيت، بس بعمل اللي ايه اللي تقدر عليه صحتي اليومين دول، وهو دي اللي انا دايما بقولها لكم في كل فيديو، ما تجوش على نفسكم، ما تجوش على صحتكم. لان فعلا الايه لما تيجي تضغطي على نفسك وتضغطي على اعصابك، كل ده هيفرق معاكي وفي سن صغير. يعني انا مش عايزه اقول لكم ان انا رحت فعليا لكام دكتور ال10 ايام اللي فاتوا دول، ومن ضمن الدكاتره رحت برقبتي وايديا. الدكتور قال لي انت عندك خشونه صعبه جدا. ف يعني في سن، يعني عندي 29 سنه، ما يعرفش ان انا عندي 29 سنه، في سن صغير يعني ان انا عندي الحاجات دي. بس الحمد لله رب العالمين، نرجع نقول برضو الحمد لله رب العالمين.
وراضيه الحمد لله. فبحاول ان انا بقى بقدر الامكان، وقال لي طبعا مجهود الزياده لا، الشيل التقيل لا، الضغط على اعصابك مثلا او تزعلي او الكلام ده لا. فتحاولي بقى بقدر الامكان تحافظي برضو، ما تتعرضيش مثلا لتكييف شديد، ما كده يعني، تحاولي ان انت تحافظي. لان طبعا اللي انا اعرفه ان الخشونه ملهاش علاج اعتقد، يعني هو مديني مسكنات وبسط عضلات وحاجه زي كده، وقال لي لو عايز تنزلي علاج طبيعي انزلي. ف فانا بحاول بقى اعمل اللي اقدر عليه. فطبعا اليومين دول ما فيش، مش بعمل اي حاجه في البيت خالص، غير مثلا انا بمشي المكنسه، بلمع الرخامات، بحط الدور في الغساله بتاع الهدوم ودور في غساله الاطباق، وبعمل الاكل. يعني فاهمني، اللي هو الروتين التقليدي خالص، ما فيهوش اي حاجه تشجعك. وانا والله برضو مش طالعه ان انا اكئب اي حد، او دايما مثلا تشوفوني كده بالطاقه اللي عندي دي خالص. والله انا بس بقول لكم ان بيجي فترات على البني ادم، لان في ناس كتير قوي تقعد تأنب نفسها انها راقده ما بتعملش حاجه، ولا خالص. بيجي فترات على البني ادم ان هو مش قادر يعمل حاجه، وده طبيعي خلاص، يعني انتي تعبانه هتعملي ايه؟ ف بس اللي انا بحمد ربنا عليه ان انا عملت الغساله دي قبل ما اتعب. لان الغساله كانت جابت اخرها بصراحه، يعني كانت ريحه الهدوم نفسها كانت بدات تبان. فلا يعني الموضوع كان صعب. فعايزه اقول لكم بقى، يعني انا لو اتاخرت عليكم في الفيديوهات اليومين دول شويه اعذروني. ما انا عارفه ان انتوا بتعذروني وبتحبوني والله، بس غصب عني انا هحاول بقدر الامكان امسك التليفون واصور اللي هقدر عليه. لان انا زي ما انتم شايفين الحركه هتبقى صعبه عليا، او ان انا اعمل مجهود زياده. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله والله، الحمد لله على كل النعم اللي ربنا بيجيبها لنا، اللهم لك الحمد. نرجع بقى للروتين بتاعنا، وعرفتكم بقى سبب غيابي هو الحمد لله رب العالمين. وعايزكم تدعوا لي دعوه حلوه ان ربنا يشفيني ويقويني ويعني ويشفي مريم ومكه ويحفظهم لي، ويبارك لكم في اولادكم يا رب، وما يضركوش ابدا في صحتكم. والله دايما دي دعوتي دايما ليكم، وانا بدعيها لنفسي في اثناء شدتي دايما. والله ذكرتكم كلكم ان ربنا يكون لكم يديكم الصحه، يعني ما يضركوش في صحتكم، لان الصحه بتخون في ثانيه. يعني اهو، يعني قبل الفيديو ده بيوم انا كنت زي الفل وبعمل وبسوي، تاني يوم بقى خلاص في حاجه غلط بقى. فدي الصحه خانت الواحد مره واحده. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله. نرجع للفيديو بقى. عملت الغساله وخليتها زي الفل. وعايزه اقول لكم برضو على موضوع الفسيخ، انا هعمله معاكم في الفيديو ده، يعني انا كنت خليته معاكم في الفيديو ده. والفسيخ بقى قعد المفروض 10 ايام تعبي دول، المفروض ان انا كنت هفتح عليه بعد اسبوع، لان كميه الملح اللي انا حطيتها لازم افتح عليه بعد اسبوع. انا قعدت 10 ايام، فطلع حادق يا بنات، يعني ده للامانه طلع حادق، بس ايه اتاكل. مش عايزه اقول لكم ما اتاكلش، بس طبعا اتاكل من غير ما افتح الكاميرا. فان شاء الله هعمله معاكم تاني عشان تشوفوه يعني معايا تاني يعني. بس كان فظيع والله العظيم، كان رهيب وكان طعمه حلو قوي. بس طبعا حدق مني شويه عشان انا نسيته خالص اثناء تعبي. وطبعا كنت معلقه محلول وكده، فما كنتش اعرف اقول لحد بقى هو مدفوس فين او مدفون فين. فانا لما الحمد لله قمت بالسلامه فتحت عليه وكلناه، الحمد لله رب العالمين. هعمله معاكم تاني ان شاء الله. بس هو بعد يعني كل ما تمشي على الطرق دي، الخطوه اللي انا حطيتها وكميه الملح اللي انا حطيتها، تفتحي عليه بعد اسبوع في الصيف. عايزه تزودي مده التسويه شويه، هتقومي مقلله كميه الملح، تمام، وتسيبيه 10 ايام. بس في الصيف هيبقى اسبوع حلو قوي، يبقى زي الفل. يعني انا فتحت عليه بعد ال10 ايام كان بينك فاتح وزبده يا بنات والله، الحمد لله رب العالمين. جبت بقى، كنت شاريه اريال. انا غيرت الاريال بصراحه، يعني المفروض ان انت كل لما تيجي تغيري مثلا من مسحوق لمسحوق، تكوني عامله دوره غسيل للغساله، فاهمني؟ يعني تحاولوا ان انتوا تغسلوا الفلاتر مثلا من المسحوق ده للمسحوق ده. بصوا عشان البتاعه دي ملهاش غطا، فبحط لها زي مفرش كده اللي هو المشمع ده فوقه، عشان الريحه ما تطرش منه ما يمسكش في بعضه. بصوا الغساله بقت رهيبه وبتبرق، وبجد كانت مطلعه حاجات رهيبه. بصوا الاسمرار ده بقى خلاص، ده من كتر الاستعمال، لكن مش عفن ولا الكلام ده خالص. بصوا انا بحط ايدي، بصوا مش بتطلع اي حاجه خالص. هو ده بقى خلاص من كتر الاستعمال، فغيرت لون يعني. لكن هي بقت زي الفل وجميله وبتلمع وريحتها حلوه قوي. مش عايزه اقول لكم فرقت معايا جدا، وفرقت معايا في ريحه الغسيل نفسها. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
اهو دخلت بقى للاسادين بتوع عصري الاول. خلاص بقى في الفيديو ده انا كنت سبتهم طول الليل. بصوا اتنفخوا ازاي يا بنات، ما تقلقيش خالص من النفخه دي، ولا تقلقي خالص، ولا تقولي ده باظوا، ولا عفنوا انا هرميهم، ولا الكلام ده خالص. بصوا اصلا منزلين كميه حاجات في المناديل، بصوا يعني منظرهم رهيب. المناديل دي خلاص بقت هتترمى، وجبت واحد نظيف بدات ان انا امسح بقى ايه الخياشيم نفسها كده لو في اي بقايا. بصوا بقى يا بنات، وببدا ادلكه بقى، ببدا ادلك السمكايه عشان تفصل اللحم من السمكه نفسها. بصوا من اهم حاجه برضو كمان من عندي الديل، وهي منفوخه ما تقلقيش خالص، يعني هي طول الليل دي بتتنفخ عادي طبيعي، هي كائن عادي فهتتنفخ. جبت بقى شويه ملح خشن، المفروض لكل سمكه كبشه بايدك كده، بس انا زودت على اساس ان انا هفتحه كمان اسبوع، فخير الحمد لله. لكل سمكه كبشه، وحطيت عليها معلقه شطه بس، ولا بقى كركم ولا ورق لورا ولا الكلام ده خالص، هو شطه وملح خشن. وهبدا احشي الخيشوم بقى كويس جدا، كل واحد كده هبدا اضغط كده وادخل الملح لجوه جامد يعني اهو، بضغط كويس. وفي الاخر خالص هبدا برضو اعمل له مساج كده بالملح رايح جاي، عشان كله يبقى فيه ملح. بس عايزه اقول لكم بقى ان انا اصلا ماليش في الحادق، ما بعرفش اكل حادق، بس انا لما اكلت الفسيخ دايما كنت بجيبه، حتى لما بجيبه جاهز من بره بجيبه دلع اللي هو يعني مش حادق. فلما اكلت ده ودقته حسيت ان لا، انا كنتش باكل فسيخ قبل كده يعني، طعمه بجد يعني عايزه اقول لكم ايه، طعمه حلو قوي وهو فيه ملح. لكن انا كنت دايما بجيبه كان عادب قوي قوي، فما يعني حسيت ان انا استلذيت ده اكتر. وكمان بقى كان الضغط العقواتي يومها، فمعللي الضغط في حاجه حلوه يعني. الشنطه لقيتها كانت مقطوعه فغيرتها وجبت واحده تانية، وهحط واحده بقى عكس عكاس يعني. بصوا واحده يمين واحده شمال. عايزه اقول لكم مره اختي كانت معلقه لي على الفيديو اللي انا كنت عامله معاكم البوري ده وانا بغسله، وقالت لي هزعق يعني. بصوا البوري ايه، الفسيخ ده مش هيتاكل غير بيا يعني، لما يكون هي عندي يعني. سبحان الله. هي ترتيب ربنا. طبعا جت عشان تشوفني وكده وانا تعبانه وكده، وقامت وقامت واكله الفسيخ معايا. فقلت لها انت ليكي نصيب والله. قالت لي انا ليا نصيب لاني كان نفسي فيه جدا وانت بتعمليه في الفيديو. فسبحان الله يعني بجد الحاجه كده تعمليها ومش عارفه مين اللي هياكلها ومين اللي ليه نصيب فيه. بصوا بقى، جبت يجي مليون كيس، وبدات احط كيس في كيس في كيس لحد ما ايه كل الهواء تطلعيه، لان الهواء ده ما ينفعش يدخل له ذره هواء واحده. هلم بس الدنيا حواليا كده عشان الدنيا تكون نظيفه، وهبدا اجيب بقى الاسترتش، وهبدا بقى ايه اجبسه يا بنات، يعني عارفين الجبس كده. عايزه اقول لكم ان كل اللي يدخل المطبخ يقول في حاجه يعني غريبه، هو ما فيش ريحه اطلاقا زي اللي بنجيبها من بره، عن تجربه فعلا، مش زي اللي بنجيبه من بره اطلاقا. هي ريحه بسيطه خالص، ان حد بيدخل شامم في ريحه غريبه. فصدقوني جربوه ان شاء الله هيعجبكم يعني باذن الله. بصوا بقى خلصت كده وبدات ان انا جبسته وكله تمام. ده كان بعد ما فطرت على طول وخلصت الغساله وقمت داخله له هو بقى. خلصنا كده الدنيا، وهبدا بقى اجيب له طبق. انا المفروض كنت اجيب له علبه بغطا، بس ما لقيتش بصراحه حاجه فاضيه عندي، فجبت الطبق ده وحطيته في رف من ظرف المطبخ. اسبوع بقى وافتحي عليها يبقى زي الفل. قلعت بقى الدنيا بتاعت الفسيخ دي ولبست حاجه تانية. انا كنت عايزه اعمل ميني بيتزا بصراحه، الوقت ده بقى كان فات يعني. احنا كنا اتغدينا يومها جبنه ببطيخ، مش فاكره كانت حاجه كده عاديه. فقلت لا، في العشاء بقى اعمل حاجه، فقمت قلت هعمل ميني بيتزا عشان تبقى طعمها حلو يعني، وفي نفس الوقت ناكل حاجه عشان كنا جعانين. جبت 6 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم ملح، وحطيت عليهم كيس من اللبن البودر، وهحط عليهم نص كوبايه من الزيت. وبصوا العلبه اللي جنبي دي انا حاطه فيها معلقه ونص من الخميره على معلقتين سكر. وهجيب بصوا الكوبايه الزبادي دي كوبايه زبادي بيتي، حطيت منها 3/4
تلات ارباع زبادي. بصوا الخميره كانت اتفعلت وزي الفل، حطيتها على قلب الدقيق وهسيبهم بقى في العجان يتعجنوا بقى براحتهم اهو. انا هنا كنت بس بحط بقيه الزيت، يعني كان في شويه زيت كده كنت بحط بقيته. هبدا بقى احط كوبايه الا ربع من الميه، هبدا الم العجينه يعني بشويه ميه على حسب بقى العجينه بتاعتك وعلى حسب الدقيق بتاعك، فلم العجينه بشويه ميه. انا كده كده حط لها زيت وحط لها زبادي وحط لها لبن بودر، هيطلع معاكي العجينه تحفه. بصوا شويه ميه صغيرين، انا اصلا ما استعملتش كوبايه الا ربع، يعني ممكن يكون استعملت ربع كوبايه مثلا من الميه. لميت لي العجينه كده وخليتها لي زي الفل. هوريكم اصلا الطراوه بتاعتها دلوقتي، عجينه طريه وجميله. بصوا عايزه اقول لكم انها حلوه قوي، العجينه حلوه قوي بجد، هتعمل معاكي اسمها ايه، بيتزا جميله قوي. حطيت بقى بس سنه زيت كده عشان ما تلزقش في قلب البوله بتاعتي، وهغطيها بستريتش وخلاص على كده. هسيبها بقى تخمر ساعه، تمام، هسيبها تخمر ساعه. وبرده لما اجي اشكلها هسيبها تخمر يعني ربع ساعه كده مثلا لما اجي اشكلها. بس اعمل الصلصه دلوقتي كلها على البارد، وابدا انقلها على النار. يعني مش هقف بقى اشوح الثوم ولا لا، انا مش عايزه الثوم، يعني احنا هنتعشى بيها فمش عايزاه يكون محمر او متقلب. معلش على التهتهه اللي انا فيها، معلش. هجيب طاسه وحطيت فيها مثلا زي معلقتين ثوم، وهجيب بقى مثلا زي ازازه صلصه كده او برطمان صلصه من اللي احنا عاملينه سوا، معاهم معلقه صلصه روسو او اي معلقه صلصه عاديه يعني. ولو مفيش صلصه معلبه عادي استبعديها، بس كانت اخر معلقه عندي فقلت استعملها. هي دي الصلصه الروسو اللي انا بستخدمها، هي تمنها دلوقتي 60، مش عارفه بقى هي غليت ولا نزلت ولا ايه بالظبط. اهو احط عليها ملح، معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود بس. هاخد كل ده بقى على النار وهبدا اقلب فيه. حطيت معلقه سكر بس. بصوا انا نسيت ان انا اصلا كنت حاطه سكر، بحط سكر في الصلصه لما باجي اصلصها، خفت انها تكون تبقى معسله، فشلت بسرعه اللي يعني نص معلقه من السكر مثلا، وحطيت معلقه زعتر كده كبيره. واهو هبدا بقى اقلب على النار لحد بصوا ما تبقبق، احس انها بصوا بدات تبقبق كده وتشكشك كده، يبقى خلاص. انا كده كده اصلا مسبكه الصلصه دي، فاحلى صلصه بيتزا عملتها وسريعه وسهله وجميله. وعايزه اقول لكم ان انا على ما طلعت الحاجات دي كنت يعني على ما البيتزا كانت بتخمر وكده، قطعت فلفلتين على زيتونتين على فلفل الوان، اي حاجه عندك بقى عايزه تحطيها بقى. عندك لحمه مفرومه حطي، بس انا بصراحه عملتها بالجبن، كان متوفر عندي جبن فعملتها بالجبن. هبدا اقرصها بصوا زي القرصه كده بسيط. بصوا انا ببدا اكور الكوره نفسها كلها لتحت، وابدا اخلي الكشكشه كلها بتاعت الكوره لتحت، بحيث لما تيجي تعمليها تبقى الوش بتاعها ملساء كده وحلو. او عملتها كور كده، اعملها بقى على قد اللي انا عايزاه. بس بصراحه مش عارفه فاكره يومها الكميه دي عملت قد ايه. بصوا مكه عايز تسرق حته عجينه، بس بديها بقى حته صغيره كده عشان ترضى تسيبني. ببدا اعملها بصوا شبه القرصه كده. بصوا لازم كده رفيع قوي ولا تخينه قوي، لانها كده كده هتنفش في الفرن اهو. بص محضره بقى الصينيه جنبي كده، وببدا ارصصهم على الصينيه دي. انسب حاجه بقى بدل ما تقعدي تفردي العجينه كلها وبعد كده تجيبي قطاعه وتعملي دوريات وتشيلي الباقي من العجينه تقومي فرده تاني بيبقى بقى الموضوع ده صعب، لكن كده حسيتها اسهل بكتير اهو. بصراحه انا بحب جدا المعجنات وبحب ان انا اعملها في البيت، وبتبقى حاجه حلوه يعني بتنجز بصراحه. لو الولاد جعانين عايزين ياكلوا حاجه ففي ثانيه مش هياخد منك حاجه. وقبل العجان اصلا انا كنت بعجن، ما كنتش بقول لا، بس الحمد لله ربنا يرزقكم جميعا يا رب، اللهم امين. بدات بقى ان انا اوسع على نفسي شويه كده عشان الصينيه كده تاخد. وهبدا بقى كل واحده كده انغزها بالسكينه كده بالشوكه عشان ابدا احط الصلصه بقى. بس الاول قصدي هقرص كله الاول في الصواني، وبعد كده هبدا احط الصلصه واوزع الخضار والجبن والكلام ده اهو. ابدا بقى اي فرشه كده هبدا ادهن، مش هحط بالمعلقه لان اصلا هي حجمها صغير، ومش عايزه اصلا الصينيه بتاعتي تتبهدل وكده، لان كل ده بيتحروق في الفرن. وعايزه اقول لكم انها بتتحط في الفريزر وتطلعوها تسخنوها بقى في فطار في عشاء الكلام ده، بتبقى تحفه يعني. بس الحمد لله الكميه دي خلصت يعني الحمد لله.
اهو هدهن بقى كله صلصه كده من على الوش. وساعات بقى كنت بعملها بالتونه، بعملها باللحمه المفرومه، بعملها بشاورما كده يعني. بس عايزه اقول لكم ان لما باجي بقى اعمل كده الولاد برضو طلعوا لي الفلفل والزيتون برضو مفيش فايده. قطعت بقى شويه فلفل، حتى انا ما رضيتش احط طماطم، حطيت فلفل وزيتون وجبنه موتزاريلا بس. ممكن بقى تحطي جبنه شيدر، ممكن تحطي ميكس بقى اللي هو بتاع موتزاريلا فريش ده، اي حاجه من الحاجات دي بتفرق في الطعم وبتخليكي طعم البيتزا جميل. اهو الجبنه برضو هحطها على الوش. بحاول ان انا لو في اي جبنه وقعت في الصينيه اشيلها عشان ما تتحرقش في الصينيه. خلصت بقى الكميه كلها كده، وانا كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 180 ومشغله الشوايه على درجه حراره هاديه خالص. يعني مشغله الشوايه على حراره هاديه خالص. طلعت بقى من الفرن، اول ما تطلع من الفرن بغطيها. اي معجنات انا بطلعها من الفرن بغطيها بفوط نظيفه وزي الفل. عايزه اقول لكم بتبقى طريه وجميله وعمرها ما تنشف منك. وبصوا اللمعان بتاع الجبنه، بجد كان يومها تحفه، بجد جت يومها جميله جدا وطعمها حلو قوي ومستويه من جوه وهشه وحاجه كده. الحمد لله رب العالمين. كنت بوريكم بجد لونها من تحت عامل ازاي ولونها برضو من فوق. بوريكم الطراوه بتاعتها برضو من فوق وطراوه الجبنه. بصوا طالما الحاجه بترد معاكم كده لشكلها معنى ذلك انها مش متعجنه من جوه. لكن لو الحاجه كشت معاكم في ايديكم كده وما خدتش شكلها الاصلي ان في حاجه غلط في قلب الوصفه. ربنا يا رب يحسب ما بين ايديكم وتعملوا كل حاجه حلوه زيكم يعني وزي كلامكم الجميل اللي بحبه. ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويحفظكم ويخليكم ليا يا رب، اللهم امين. اهو هنا بقى انا بص كان عايزه اشرب بقى كوبايه شاي جنبها كده وهي سخنه، فعملت بقى الشاي رصصتها كلها كده في سرفيز وعملت شاي سخن كده جنبها. الحمد لله رب العالمين، بجد كان طعمها حلو جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. قلب بقى الشاي. حبايبي اللي قالوا لي قللوا السكر، بدات ان انا بالفعل اقلل السكر. ربنا يبارك لي فيكم ويحفظكم يا رب، اللهم امين. اهو عايزه اوريكم بقى الطراوه بتاعتها. بصوا جميله جدا من جوه بجد وهشه وحلوه جدا جدا جدا. جربوها وان شاء الله والله تعجبكم. بصوا انا اصلا وانا واقفه كده ما كنتش قادره استنى، عماله اكل منها كل شويه والبنات اول ما طلعوا اصلا كل شويه ياكلوا منها. انا اسفه على المنظر اللي بعمله بس عايزه اوريكم انها ناجحه جدا الحمد لله وطريقه حلوه وما تقلقوش خالص منها. الحمد لله رب العالمين. حبايبي بقى لو عجبكم الفيديو متنسونيش باللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم في فيديو جديد على خير حبايب قلبي. سلام عليكم.